السلام عليكم اخوتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنىكم ان شاء الله تكونوا على خير وبخير. اليوم ان شاء الله غنشارك معكم الكوفيتور ديال الدلاح. هنا عندي الدلاح من بعد ما يعني كلينا هذيك اللب ديالو ولا الهبره ديالو ولا كل واحد كيف كيقول ليها. المهم كناكلوا الدلاح، كيبقاو هاد الجلوف هادو غير كنلوحوهم، ما كنديروش بيه الصراحه، ما كنستغلوهمش. هنا قلت لي مالا يعني عوض ما نرميوهم غنبقاو نستغلوهم وندير بهم يعني هكا شي حاجه اللي نستافدوا منها. هنا على بركه الله غنحضر معكم الكوفيتير ديال الدلاح. هنا صافي كما كتشوفوا هذا كنحيدوا داك يعني داك الجلفه الخضراء اللي كتكون على برا، هذه كنحيدوها، كنخليو غير داك القلب ديالو البيض وشويه من هذاك الاحمر اللي كيكون لاصق فيه. هنا صافي غنبقى نقردو قطع صغيره هكا عشوائيا، يعني على حسب نتوما ويعني وكما درتوا ليه. المهم الهدف ديالنا نحيدوا له داك القشره الخضراء اللي كتكون على برا ملسه، هذيك يعني ما كتجيش زوينه في الكوفيتير. كيبقى الا درناها به كيجي الكوفيتير ديالنا هكا، كتبقاو هذاك الجلوف ديالو قاصحين وكتجي الكوفيتير ما تجيش زوينه هكا مطلوقه بحال اللي كنشريوها يعني على برا من الحوانت. وصافي انا على بركه الله انا من غنستمر بهذه الطريقه هذه حتى نسالي الكميه ديال هاد الجلوف هادو اللي عندي ديال الدلاح. يعني من طبيعه الحال انا الصراحه كنت غير كنلوحهم، عمرني يعني ما درت بهم شي حاجه، ما كنتش كنستغلهم الصراحه ديال الله. وقلت لي مالا دابا غنبقى نديرهم دلاء عفوا كوفيتور عوض ما نرميهم. بصراحه انا اول مره كنديرو كنجربو، مازال يعني ما غنقول لكم راني فايته دايراه ولا راني مجرباه، اول مره غنديرو ان شاء الله، نتمنى يجي زوين. صافي هنا من بعد ما غنديروه في الكوكوط، هنا عندي زلافه ديال سنيده، وانتم على حسب الذوق ديالكم، بغيتوه يجي حلو زيدوا زلافه ونص، بغيتو يجي ما يجيكمش حلو بزاف غتكتفيو بزلافه. وغنسدو عليه واحد الساعه ديال المكان على عافيه مهيله، ومن بعد غنطفيو عليه. وهنا من بعد ما طاب كيجي على هذا الشكل هذا. هنا غندوزو الا كان عندكم داك الميكسور غادي تخليوه هنا في الكوكوط ديالو وغتبقاو تطحنوا. ما كانتش عندكم غديروا المونينيكس بحال كما درت ليه انايا، غنديروه في المونينيكس. وهنا ملي غندورو في المونينيكس ما ندوروش عليه المونينيكس بزاف تيولي يعني على شكل عصير، غنخليوه شويه غير واحد الدوره هكا خفيفه، غنخليوه شويه هكا يكون شاد باش هكا كيجينا بحال ملي كنطيبوه نعاودو نطيبوه كنحصلوا على داك القوام اللي كيكون في الكوفيتير، ما يجيناش بحال شكل عصير. صافي هنا من بعد ما يعني دوزتو في المونينيكس واحد الطحنه خفيفه، صافي هنا صافي بركه عليه. هذا هو القوام اللي باغا انايا، كيجي على الطريقه هذه، شفتوا ما كيجيش مطحون بحال شكل عصير. صافي دابا غنديرو في الطنجره ولا في الكوكوط، ردو نفس الكوكوط اللي كان فيها. المهم غنديرو على البوطه يطيب. هنا انا عندي ما هاد اللقطه هذه ما بينتها لكمش، واحد الساشي ديال الفاني غنزيدو ليه واحد الساشي ديال الفاني هكا باش كتزيدو النسمه، وغنردو على البوطه يطيب على عافيه مهيله، يعني حتى كيبقى يطيب حتى هاد نتوما غادي تحكموا في القياس ديالو. بغيتو يجيكم هكا شويه خاسر على حسب الماكله، وبغيتو تخليوه خفيف هكا على حسب يمكن لكم تصايبوا به حلوه. المهم بزاف ديال الاستعمالات غتخليوه شويه مطلوق هكا خفيف، بغيتو تخليوه هكا شويه يجي خاطر. المهم نتوما غتحكموا في القوام ديالو. هنايا من بعد صافي راه بدا يطيب معايا كما كتشوفوا. هنا غنخليه كما قلت لكم غيبقى يطيب. هنا هذا هو الشكل النهائي ديالو من بعد ما صافي دابا حيدته على البوطه، كيجي هكا. هذا هو القوام ديالو، انا خليته شويه يجي ثقيل على حسب هكا الماكله الوليدات. يعني هذا الكوفيتير هذا صدقوني كيجي رائع، اول تجربه ليه الصراحه جا زوين. لو كان ما كانش يعني جا زوين غنقول لكم راه ما جاش زوين، يعني في الصراحه جا شي حاجه زوينه. يعني احسن من هذاك اللي كيتباع في الزنقه. هنا هذا كنصايبوه على يدينا، كنعرفوا باش مصايبينه وشنو هما المكونات ديالو، واخا هو ما فيهش شي مكونات في الصراحه. يعني كوفيتير بسيط صراحه كيجي رائع. كنتمنى ان شاء الله ينال الاعجاب ديالكم وتجربوه. هنا صافي من بعد ما غنخليوه يبرد حتى يبرد معنا تماما. هنا انا درت لكم واحد شويه في التبصير باش تشوفوا القوام ديالو واللون ديالو كيف كيجي على الطريقه هذه. وهنا من بعد ما كتخليوه يبرد تماما في الطنجره ديالو كتعمروه هكا في قراعي ديال الزاج. من بعد كتكونوا غسلتوهم مزيان وعقمتوهم وصافي وكتسدوا عليهم
هكا تحتفظوا به في الثلاجه. هنا شتي في الطبسيل هنا من بعد كيكون برد هنا تماما، كيجي في الصراحه كيجي رائع. اول كما قلت لكم اول تجربه ليا لهذا الكونفيتير هذا ديال الجلوف ديال الدلاح، وكيجي في الصراحه كيجي زوين، لا من ناحيه المذاق ولا من ناحيه يعني القوام ديالو. كنتمنى ان شاء الله ينال الاعجاب ديالكم وتجربوه. وهذه نصيحه يعني اللي كان بحالي كيلوح داك الجلوف ديال الدلاح ما تبقاوش تلوحوهم، وهنا تستغلوهم وديروا بهم كونفيتير هكا للوليدات ديالكم. يعني كتعطيوهم شي حاجه مصايبينها نتوما في الدار. الصراحه ما كاينش ما احسن يعني احسن حاجه هي اللي كنصايبوا بيدينا في دارنا، كنعرفوا شنو فيها، كنعرفوا كيفاش درنا ليها. وهذا هو الشكل النهائي ديال الكونفيتير ديالنا، وكنتمنى ان شاء الله ينال الاعجاب ديالكم. ومع السلامه كما دائما في امان الله.